We learn English to be able to communicate with new people. And this communication can be done in two ways. Conversation, and we're going to talk about it in detail in a few minutes. And the second way is written messages. And this is what you've learned in school. To master the second way of communication, which is writing, all you need to do is study a lot of vocabulary, parts of speech, sentence structure, and the English tenses. Writing is so easy, don't worry about it. Now let's talk about conversation. To be perfect in conversational English, you need to master two things: how to understand native speakers and how to speak English fluently without thinking about the sentence structure or the tense that you'll use. How to understand native speakers. When native speakers talk, they don't pause between words. They don't pronounce each word separately. They don't say, I am going to tell you one of my favorite stories about success. They use linking rules to link words together so two or more words can sound like one word. So they say, I'm gonna tell you one of my favorite stories about success. So in order to understand native speakers, you gotta learn these linking rules. You gotta learn the accent. And of course you're gonna come across some idiots in your life who'll say, oh, it's not important to speak English with an accent. It's not necessary to pronounce the words, the sentences right. Come on, man, don't waste your time improving your accent. They gonna understand you anyway. Obviously, this is nonsense. And I'm gonna prove it to you right now. Watch this. لو نطقت لك الجملة دي بالشكل ده I bought her a bottle of water هتفهمني. ليه؟ عشان انت عارف معنى كل كلمة وعشان انا نطقت لك كل كلمة لوحدها بصورة منفصلة بدون اي قواعد وصل كلام وبالنطق اللي انت عارفه. انما لو نطقتها لك I bought her a bottle of water هتحس بقى ان انا كلت الكلام وقلت جملة تانية مع انها نفس الكلمات اللي انت عارف معانيها. ودي المشكلة اللي بتقابلك لما بتسمع اي حد بيتكلم انجليزي بلهجة. ايوه هحلها ازاي بقى؟ لازم تتعلم قواعد النطق دي. لا مش شرط اتكلم انجليزي بلهجة اصلا، وناس كتير بتقول كده. وده ايه علاقته بكلامي؟ هو انا قلت لك اتكلم انجليزي بلهجة؟ امال انت بتقول لي اتعلم قواعد النطق بتاعت اللهجة ليه؟ لا انت فهمتني غلط. خليني اوضح لك. تعلم اي لهجة بيتم على مرحلتين. المرحلة الاولى هي انك تعرف قواعد النطق الخاصة باللهجة دي، تعرفها بس بدون اي تدريب عليها. وعلى فكرة ده ما بياخدش منك وقت خالص، بس هتخليك لما حد يتكلم قدامك بالقواعد دي تقدر تسمعه وتفهمه بدون ما تحس ان هو بيتكلم باسلوب غريب او بياكل الكلام. المرحلة التانية بقى هو انك تبذل جهد كبير في التدريب على النطق بالقواعد دي، وده اللي بيخليك تتكلم باسلوب كويس ولهجة سليمة. يعني مجرد معرفتك للقواعد دي هيساعدك على السمع بس، ملوش علاقة بالنطق. التدريب الشديد على النطق بالقواعد دي هو اللي بيخليك تتكلم بلهجة سليمة واسلوب كويس. خليني اوضح لك بمثال. انت عارف ان في قاعدة بتقولك التي لو وقعت ما بين صوتين متحركين بتتحول لصوت اللايت دي، وعشان كده الكلمات دي بتنطق water daughter. مجرد معرفتك للقاعدة دي خلاك لما تسمع اي حد بينطق الكلمتين دول بالشكل ده تفهمه عادي وما تحسش ان هو بيتكلم باسلوب غريب. بس ده مش معناه انك هتقدر تنطق الكلمتين دول بالشكل ده. لازم تعمل الخطوة التانية وهي انك تبذل جهد كبير في التدريب على نطقهم. لو خدت بالك بقى معرفتك للقاعدة ما خدش منك دقيقة. تدريبك على النطق الصحيح للقاعدة دي ممكن ياخد منك اسبوع واحيانا شهر. معرفتك لقواعد النطق فرض ما فيهاش نقاش. اي حد يقولك غير كده يبقى ما بيفهمش اي حاجة. ما انت لازم تسمع الشخص اللي بيتكلم بلهجة وتفهمه. انما بذل الجهد الشديد في التدريب على النطق بالقواعد دي اختيارك. ما انت ممكن ترد بانجليزي مكسر وتمشي حالك وهو كده هيفهمك، وممكن بقى تتدرب وترد باسلوب كويس ولهجة سليمة. انت كده هترد، بس ما تكدبش على نفسك وتحاول تساوي بين شخص بذل مجهود وبيتكلم انجليزي بلهجة سليمة واسلوب كويس وبين شخص تاني بيتكلم انجليزي مكسر وبيمشي حاله. اللي بيتكلم بلهجة بيبقى فرصه في النجاح اكبر وراتبه اعلى عشان بيعرف يعرض امكانياته باسلوب كويس. انما اللي بيتكلم انجليزي مكسر بيبقى فرصه في النجاح صغيرة وراتبه اقل. خلينا متفقين ده لو اتقبل اصلا. معاك حق بصراحة. طب لو انا عايز اتعلم قواعد النطق دي من الصفر وبعد كده اتعلم المحادثة واتكلم بطلاقة وبلهجة سليمة، اعمل ايه؟ سجل بياناتك تحت واحنا هنتواصل معاك ونبعت لك محاضرة مجانية مدتها ساعة بتوريك تطبيق عملي لكل الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي عشان تشوف احنا هنخليك تتكلم انجليزي بطلاقة ازاي. وكمان بنبعت لك PDF مجاني عشان تشوف المحتوى المتميز اللي انت بتستلمه.